انا عايزكم تبصوا اللي انا عامله فيهم دلوقتي حاجه. يلا غني. ايوه هي دي الحته اللي انا مستنيها، والله العظيم والله ما شفتها، انا كنت حاسس. ازيكم يا جدعان عاملين ايه ده؟ كل ده عشان اعمل دخله صايعه؟ ازيكم يا جدعان وحشتوني قسما بالله. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم بقالنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات، في شويه تحديثات كده في حياتي، بس ده طبعا عشان ما نزلتش فيديوهات بقالي اسبوعين. ده ما معكش انك تعمل لايك، انما اعمل لايك، خد الماوس، خد الماوس يا عم اعمل لايك. حول ولا قوة الا بالله. ناس تعمل لايك. بص يا جماعه انت، بص الحركه دي انا هفضل كده لحد ما انت تعمل لايك، هي بتقعد 3 ساعات بس. ايه العبث اللي انا بعمله؟ معلش يا جماعه عشان كل ما بفتكر موضوع اللايكات ده بتقص، ما بعرفش امسك، وهو ايه اللي جاب لفت المطبخ هنا؟ ايه العبث ده؟ طب يا جدعان خبر النهارده سعيد، ما كانش ينفع استنى، وانا ما كنتش جاهز ان انا اصور الفيديو ده اصلا. طب يا جماعه خبر النهارده خبر سعيد، انا الفرعه مش سايحاني قسما بالله. انا اول ما سمعته، اول ما شفت اشعار القناه كده، والله العظيم قلبي رفرف من الفرحه، وكأني شفت ابني بعد غياب 18 سنة بس، يعني كأن ابني كان تايه مني ولقيته. جماعة أحمد حسن وزينب رجعوا يعملوا فيديوهات تاني. والله العظيم أنا شفت القناة قلت لا أكيد ده فيديو مهكر، القناة مهكرة في حاجة غلط، طلعوا فعلا رجعوا يعملوا فيديوهات تاني. أنا قلت برضه أحمد حسن هيدفع قسطه منين؟ أنا برضه كنت فضلت فترة كده بيني وبين نفسي، هل الواد ده خلاص كده؟ بس أحمد حسن وزينب رجعوا. وانتوا عارفين لو حسن وزينب بيشتغلوا وانا بشتغل، ايه الصراحه دي؟ خلينا نبتدي النهارده ونشوف اول فيديو على قناه اي زد فاميلي، ايه سبب اختفائهم وغيابهم طول الفتره اللي فاتت دي، ونطمئن عليهم، الله يطمن قلوبكم. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. انا مش مصدق ودني ان انا بسمعها تاني قسما بالله، والنبي تاني قولها تاني. ايه وحشتونا جدا جدا جدا. يا ربنا يطمن قلبك يا احمد، ربنا يطمن قلبك يا حبيبي والله العظيم. والنبي لا تقولها تاني. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اخيرا بنصور لكم فيديو، اخيرا. عايز اقول لكم ان احنا طبعا انتوا عارفين بقالنا سنتين مش موجودين خالص. ايه المشاكل بقى اللي كانت بتحصل السنتين دول؟ والنبي لا تقولوا لنا. على الانستجرام وعلى كل حته في سنه ايوه كنا متغيبين عنها بسبب مشاكل يا جدعه ايه هي المشاكل؟ قولي لنا المشاكل ايه؟ بسبب نفسيات كده. نفسيات؟ كان عندهم نفسيات يا جدعان، نفسيات مستمره لمده سنه عايشين في نفسي، يعني ايه عندهم نفسيات؟ انما السنه الثانيه بقى هو مال احمد ثابت ليه كده؟ تعبان. ما تدي يا اسطى اي رياكشن. زي ما انتوا عارفين احنا بقالنا هو سنتين ما بتصورش فيديوهات خالص، بس من سنه بالظبط ما بقناش نصور فيديوهات على اليوتيوب. هم بقى لهم سنتين ما بيصوروش فيديوهات، منهم سنه ما كانوش بيصوروا فيديوهات. ركزوا في المعلومات بالله عليكم، احمد حسن جايب تقله. انا هقول لكم السبب دلوقتي واوضحه لكم. رقم واحد يا جماعه، احنا القناه بتاعتنا اللي انتوا بتتفرجوا علينا قناه تدور الايام ولسه بنقول قناه. يا احمد حسن انت خلاص يا احمد يا حسن هيجي لك درع ال 10 مليون يا حبيبي، لسه بتقول قناه يا حبيبي. انا خايف عليك يا حبيبي تبقى بتتكرم ولا حاجه ولا بتاع، والله العظيم قناه دلوقتي فيها دي اللي عليها الفيديو ده، اللي عليها القطعه دي. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا مفيش، لاحظنا في بهتان كده، في حاجه. حذفنا كل الفيديوهات اللي على القناه، يعني ذكريات 6 سنين حذفنا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. القناه كان عليها قد ايه يا احمد يا حسن؟ حذفناها كده 700 فيديو كان فيهم كل ذكرياتنا من قبل الجواز ولما اتجوزنا. وبخش على قناتي انا هتلاقي ذكرياتك كلها، ما تقلقش من الكلام ده. وكنا بنسافر وبنروح وبنيجي، كان كل ذكرياتنا بالظبط يا جماعه موجوده على القناه دي. كمان اللي عايزنا نكمل في الذكريات ونكمل توثيق ذكريات، لان دي رساله. عائله احمد حسن عارفين ان احنا بقينا جزء من العيله بتاعتهم خلاص، اي زد فاميلي. يعني اعمل لايك وانزل اشترك في القناه. وانتوا بتتفرجوا علينا من زمان وعارفين ان احنا المحتوى بتاعنا عادي جدا. عادي طبعا، كلنا بنتفرج عليك عادي طبعا، ونفس المحتوى اللي بيقدمه كل منشئين المحتوى. هو ليه لما حد بيتكلم التاني بيديسكونكت؟ يعني بحس ان التاني نزل عليه بلانك كده، ما بشوفش اي رياكشنات، في ثبات حواجب ورموش، ما حتى مش بيبربشوا، ده شيء غريب جدا. ونفس المحتوى اللي بيقدمه كل منشئين المحتوى، يعني احنا ما بنقدمش حاجه مختلفه عن حد. احنا تقريبا كانفلونسر كلنا او يوتيوبر كلنا على اليوتيوب تقريبا بنقدم كلنا نفس الحاجه، تقريبا كلنا نفس الحاجه، كلها محصله بعضيها. احمد زي الحاج احمد والدنيا ماشيه، يعني وهي ارزاق في الاول وفي الاخر، فكلنا بنقدم نفس الحاجه. وازاي يعني يا احمد؟ تمام، احنا بنقدم نفس المحتوى اللي غيرنا بيقدمه. بنقدم نفس المحتوى اللي غيرنا بيقدم، الدحيح بقى والبتاع، كلنا بنقدم نفس الحاجه. جاي انت بتشتري بتعمل، بنقدم نفس الحاجه. احنا جالنا رساله من سنه بالظبط من اليوتيوب، يعني ان القناه وقفت تحقيق دخل دوت. اللي مش عارف ان احنا لما بننزل فيديوهات على اليوتيوب بيخش لنا ارباح من الفيديوهات دي. احنا بنعمل ايه بالارباح دي؟ بنعمل ايه؟ بندفع اقساطنا، بندفع اقساطنا
فلوس للناس اللي شغاله معانا، اللي هي بتصورنا وتمنتج لنا ويجيبوا لنا افكار. 3/4 الفيديوهات في العربيه يا احمد يا حسن، واللي في البيت من انتوا كتير يا احمد بتدفع فلوس، وبنصرف من الفلوس دي على معداتنا. يعني فلوس احمد حسن كلها رايحه على المحتوى، رايحه على محتوى تحديات المسبح وتحدي ال 10000 جنيه، وكل فلوسه راح على محتويات اللي هو الكاميرات والمعدات اللي احنا بنصور بيها، وبنصرف كمان على الفيديو نفسه. شوف بقى الفكره، بنصرف على الناس اللي بتصور الفيديو والناس اللي بتمنتج، بص قد ايه مصاريف، والناس اللي بتجيب لهم افكار بيجيبوا كاميرات بتخلص، اصل الكاميرات بتخلص خلصوها بسرعه، وبيصرفوا على الفيديو نفسه. انا ما باخدش حاجه، ليه كل ده؟ ليه؟ ما عشانكم، ما عشان نطلع الكلام ده. يعني في فيديوهات بيبقى محتاجه صرف ومحتاجه ان احنا نشتري لها حاجه معينه، نشتري لها حاجه وجبات بتاع مش عارف صرف طبعا، فبنصرف من الارباح اللي هي بتاعت اليوتيوب. فاللي حصل معانا بس خلاص كده احنا فلوسنا انما احنا ناخد، ما باخدش حاجه. انا اصلا موظف في مصريه للاتصالات اصلا، ما انا بصور الفيديوهات دي ليه؟ انا باخد فلوس من هنا اوزعها طب ما انت خلاص اديت لي اللي بيصور، واديت لي اللي بيمنتج، واديت لي اللي جاب لك افكار، ومنتجت الفيديو، وبعد كده بتصرف على الفيديو في ايه؟ بتجيب له لبس يعني الفيديو، ولا بتعمل ايه؟ انا بتحلق له الفيديو. قالوا ساعتها ان الربح اتوقف بسبب ان القناه بتنتهك سياسيات. القناه بتنتهك اعضائنا كلنا يا احمد يا حسن، القناه انتهكتنا احنا من زمان، رغم ان انتوا اتفرجتوا على كل فيديوهاتنا وعارفين ان الفيديوهات بتاعتنا عاديه وما بتنتهكش اي سياسات. هي ما بتنتهكش سياسات اليوتيوب ولا بتنتهك حقوق النشر، ولا بتنتهكنا احنا شخصيا من سياسات اليوتيوب خالص. يعني احنا لو بننتهك سياسيات اليوتيوب بس فكك، انا مبسوط والله العظيم، انا مزقطر. يبقى كل اليوتيوبر والانفلونسر بينتهكوا سياسيات اليوتيوب، لان كلنا بنقدم نفس الحاجه. انت مين قال لك كده يا اسطى؟ الواد ده بيكلم مين يا اسطى اللي بيقدم؟ سيبك مني انا ما بقدمش حاجه. انت قصدك على صيغه الفيديو كلها بنطلع MP4 وربنا ما فاهم. في شهر 5 اتفتح ان احنا نقدم تاني على تحقيق دخل، فقدمنا الحمد لله، قدمنا ورقنا قالنا رد في اخر 7. فالرد كان كالتالي، ان القناه اترفضت تاني. هو انا حاسس ان الحوار ده جدعانه من عندك يا احمد يا حسن، مش وشوشكم مش مطمناني. الحوار ده وراه ايه يا اسطى؟ يا اسطى انت بقالك 5 سنين بتنتهك حقوق البني ادمين كلها، اليوتيوب ما عملش حاجه، مره واحده اكتشف. تمام مبروك يا احمد، اللي هو 9 مليون، فاليوتيوب ما يردش عليه، ده مش منطقي. واليوتيوب عاده بيرد ماكسيمم كمان 48 ساعه. استنى نشوف الفيديوهات اللي نزلوها. المهم يا جماعه، احنا عملنا قناه جديده. عملتوا قناه؟ حاجه جامده جدا، نعمل عليها فيديوهات قويه جدا، والقناه دي احنا لسه عاملينها وعايزينكم تخشوا تدعمونا عليها. خش ادعم يا لهوي، ده انا جاي لك يا اسطى، انا جاي ادعمك والله العظيم، ده انا احطها لك في الديسكريبشن. فعارف ان احنا بنعمل فيديوهات من 2016. انت عارف ان انتوا بتعملوا فيديوهات من 2016؟ فمن 2016 احنا كنا برضو لسه شباب يعني. كنا لسه شباب، انتوا لسه شباب يا احمد يا حسن. كنا شكلنا شباب واحنا لسه شباب يعني، بس انت لسه شباب احنا كنا شباب قوي. تمام اوفر يعني، كنا شباب اوفر. شباب اوفر، انتوا لسه اوفر برضه، انتوا كنتوا شباب اوفر فعلا، ده حقيقي، بس انتوا ستيل اوفر. دلوقتي احنا بقينا شباب بس مش اوفر، فاهم؟ خلاص بقى، مش قوي. كنا لسه في ريان شبابنا يا عم خلاص بقى، ما خلاص يا شباب، ده انتوا اوفر جدا فعلا. اوكي. فالمهم احنا ما كنا في ريان شبابنا. يا دي النيله السوداء. في 2016 كان مثلا ممكن حد بيتفرج علينا عنده 14 سنه. في 2023 فات مثلا حوالي 6 7 8 سنين. اللي كان عنده 14 سنه في 2016 بقى عنده 20 21 و22 سنه. تصدق يا جدع بقى عنده 20 21 22. بص زينب بتقول له يا ابن الذين انت جبت الفكره دي ازاي؟ يا انت ذكي، انت ازاي ذكي كده؟ يخرب بيت ذكائك بجد، ازاي جمعتها كده؟ واللي كان عنده 8 سنين بقى عنده 16 و17، واللي عنده 9 سنين، واللي كان عنده 0 بقى عنده 6 سنين. انت بتعرف تجمع يا احمد؟ لا كده. واللي كان عنده 6 سنين. خلاص يا احمد فاهمين، فهمنا الفكره، فاهمه المنطق اللي انا بتكلم فيه. فهمنا المنطق، فهمناه خلاص. احنا بقالنا كتير فهم قوي بيتكلموا على صح. اليوتيوب على فكره، احنا بقالنا كتير قوي، كتير جدا. انتوا جايين تقولوا فاكتس، يعني انتوا جايين تقولوا حقائق وغرائب، انا مش فاهم. انا عايز بقى اشوف الفيديو المكلف اللي فيه صرف. يلا تعالوا بقى، يلا تعالوا نخش البسين. يلا يا ايلاند خش يلا. ايه ده؟ لابسه لبس السباحه. فين بقى الصرف بقى؟ يلا فين ايون؟ هاي ايون، يلا خش يا ماما يلا. الكورة دي غالية جدا عشان تبقوا فاهمين، دي كورة معينة معمولة للفيديوهات، عليها دوائر بشكل معين بتساعد في عمل المحتوى. احنا يا جماعه الحمد لله وصلنا للبسين، بس هو مجهد شويه. هو مجهد شوية. يلا جنة انزل يلا. ماشي، ما ينزلوا بس الاول. بص الصرف بقى والمونتاج والحاجات، وانت ياسمين يلا. نازله يلا. الحاجات دي غالية جدا عشان تبقوا فاهمين، صرف رهيب. بص اتفرجوا، بص تعالوا اهو، دي الحته اللي ما نتفتش ودي الحته اللي نتفت. بينظف هو حمام السباحة، يقول لك جايب ناس بتمنتج. شاطر. تمام، ونزلت كمان بالشبشب، خدي معاك. شكرا. ايه يا جماعه الصرف ده؟ بالراحه يا جماعه في الصرف، مش الصرف ما تصرفوش، الموضوع مش مستاهل طبعا. الحاجات دي اكيد في حته استظراف، لازم احمد يستظرف. عايزه تيجي؟ استنى انا عايز تنزل، انا نظفت الحته دي. تعالى نط. اكيد هيستظرف، واصل مش هينفع يعديها، لازم مقلب، لازم حركه معقوله كده بتبلبطوا بس مفيش اي حاجه. انا عايزكم تبصوا اللي انا عامله فيهم دلوقتي. تعالى يلا غني. ايوه هي دي الحته اللي انا مستنيها والله العظيم، والله ما شفتها، انا كنت حاسس انه غني.
غنوا يا ولاد. ايوه جايب القله. بص بقى ابن اللذين عليه حركات برضه احمد حسن. غنوا وانبسوا. يا لهوي هيتبلوا. يا يعني هما في الميه انت بترش عليهم ميه؟ ده ايه الجرأة دي؟ ده ايه الشيء الغير متوقع ده؟ انت مجنون؟ انت حافظ هو لازم مقلب. ده انت غريب جدا. هما كده كده هيتبلوا. طب يا جدعان كده نكون خلصنا فيديو النهارده. تشتغل لايك وتشترك في القناه. انا مبسوط جدا ان احمد حسن رجع، والله العظيم سعيد سعاده رهيبه يعني. لو انت مبسوط اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اكتب لي تحت في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي على ايه. يا رب يتم عليك يا احمد يا حسن. تعمل لنا فيديوهات كده دايما. كان معاكم محمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.